الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والوفاء لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية، ونتحدث في هذه الليلة عن الحديث السابع من الأربعين. فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام تميم الداري رضي الله عنه، وسيدنا تميم هذا كان من العباد، من عباد الصحابة، أي كان يكثر العبادة، حتى قالوا أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعتين من الليل، يقرأ القرآن كله في ركعتين من قيام الليل أو صلاة الليل. وكان رضي الله عنه هو الذي أتى بالزيت وأسرج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله دعا له أن ينير قبره كما أنار المسجد. يقول سيدنا تميم الداري رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ومعنى كلمة نصيحة: نصح الشيء أي أخلصه وخلصه. معنى كلمة نصيحة أو نصح يعني خلص الشيء. يقول: أخلصت العسل أي خلصته من الشوائب. نصحت العسل أي خلصته من الشوائب. وقالوا أنه ليس هناك كلمة أجمع في كلام العرب من كلمة النصيحة، يعني كلمة جامعة لكل أبواب الخير، كلمة واحدة تجمع كثير من أبواب الخير والدين. حتى قالوا أن هذا الحديث هو من الأحاديث الجامعة، وهو من أعمدة الدين وأصول الدين. الدين النصيحة. الدين النصيحة كلمة تجمع خيري الدنيا والآخرة، كلمة جامعة. الدين النصيحة، زي ما سيدنا النبي قال إيه: الحج عرفة، مع أن الحج فيه أركان كثيرة جدا، ولكن خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الحج عرفة، لأن عرفة هي الركن الأصلي والأساسي والعظيم من أركان الحج. كذلك في هذا الحديث قال: الدين النصيحة، كأنه صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله في هذه الكلمة، في كلمة النصيحة. فالصحابة عارفين ما معنى النصيحة، فقالوا: يا رسول الله،
النصيحة لمن تكون النصيحة؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كثير من المجتمعات الإسلامية قوامها قد يتوقف على كلمة، على نصح. كثير من الأمور في حياتنا استقامتها واعتدالها وخيرها يكون في كلمة نصح صادقة من أخ مسلم لأخيه. وقالوا النصيحة هي تمني الخير للغير. النصيحة تمني الخير للغير، أي يتمنى الخير للمسلمين أو تمني الخير للخلق. حينما تتمنى الخير للمسلمين لابد أن تكون ناصحا أمينا لهم. ليه؟ لأنه قد يترتب على النصيحة الغير صالحة والغير أمينة، يترتب عليها فساد الدنيا والدين. كم من كلمة واحدة قيلت من باب النصح وهي من باب الذم أو التخريب أفسدت بيوت وأفسدت علاقات بين الإخوة والمتحابين. كلمة يظهر صاحبها أنه ناصح وأنه أمين وهو في الحقيقة ليس بناصح وليس بأمين. فكلمة النصيحة هي كلمة جامعة لخيري الدين والدنيا والآخرة، لأن توقف عليها أمور كثيرة جدا. والنصيحة قالوا لا بد أن يؤديها الإنسان ليس على الملأ، ليست على الملأ هذه النصيحة، لأنه كما قالوا النصيحة في الملأ فضيحة. يعني ممكن واحد أنت عاوز تنصح نصيحة فتقولها له على الملأ، هو هيعمل عكس النصيحة دي، لأنه حسن أنك أنت يعني نقصت من قدره، أنك فضحته في أمر كان من الأولى أن يكون سرا. النصيحة في الملأ فضيحة. فالنصيحة لابد أن يكون صاحبها صاحب فطنة وذكاء وصاحب حكمة لئلا تنقلب إلى ضدها. ينصح بهدوء، ينصح بسكينة، ينصح سرا. ولذلك هناك مثل أو قصة عظيمة تبين أخلاق الناصحين من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما فوجد رجلا يتوضأ وكان لا يحسن الوضوء. فأي حد مكانهم يقول له أنت مش عارف تتوضأ، الوضوء مش كده، تعال هنعلمك ازاي تتوضأ. لكن ليس هكذا تعلموا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا عماه أنا وأخي نتوضأ فانظر أينا أحسن وضوءا. تعال كده شوف نحن نتوضأ احنا الاثنين وشوف مين فينا اللي بيتوضأ كويس. فشاف وضوءهم اثنين لقيه وضوء أحسن من وضوءه، ففهم أنه هو اللي وضوءه خطأ. هكذا كان نصح. لكن لو تشوف كده واحد كده انت مش عارف تتوضا، راجل كبير وشايب وتوك بتعلم الوضوء يجرس ويفضح، لا، ليست هذه أخلاق المسلم. النصيحة تكون بأدب، ولا يظهر الناصح أنه أعلى ولا هو في منزلة أعلى ممن ينصحه، لا، مش يتقبلها منك، إنما يكون فيها تواضع. ليه؟ لأن النصيحة في الأصل هي لله، النصيحة لله. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله، أي تنصح هذه النصيحة
لله سبحانه وتعالى، أي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ومدامة الله أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ناظرا إلى هذا العمل وإلى ما في قلبك من الإخلاص أثناء هذه النصيحة لله ولرسوله، أي تعرف تمام المعرفة أنك إذا نصحت المسلم إنما تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النصيحة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هي كده أصل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. احنا خلينا في النصيحة لعامتهم، هي اللي يستطيع الإنسان أن يؤديها، أن يؤدي نصيحة لعامة المسلمين. ليه؟ لأنه من الدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك أخاك أن تنصحه. من الدين إذا طلب منك النصيحة أنك أنت تنصحه نصيحة خالصة، نصيحة صادقة لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب احنا غالبا ما نؤدي النصيحة في أمور الدنيا، معظم نصيحنا بتكون في أمور الدنيا. في أمور الدين نتناصح في الدين وفي أداء الفرائض والسنن والنوافل والمندوبات وهكذا، يتعلمها الإنسان من أخيه الإنسان، ينصحه أنه كيف يحسن من صلاته، كيف يؤدي هذا النسك، كيف وهذا. طيب ولكن معظم النصائح الناس تؤديها في أمور الدنيا. طيب هل نحسن النصيحة في أمور الدنيا؟ هل نكون صادقين فيها مع إخواننا؟ يعني الواحد يبص كده يلاقي أن معظم المشاكل من النصائح الغير صادقة، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس. المعاملات بين الناس دي محتاج يكون فيها ناصح وأمين. ليه؟ طيب قال له أنه معظم النصائح في الدنيا في أمور الشرع رخص فيها بالغيبة، مع أن الغيبة محرمة. الغيبة أن تغتاب، قال ذكرك أخاك بما يكره، هذه غيبة. قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، أي تذكر أي إنسان بما يكرهه إذا سمعه منك، فهذه غيبة، وهذا ذنب عظيم. لكن نجد أن الشرع رخص أي أجاز الغيبة في أمور منها النصيحة. يعني يجوز إذا طلب منك إنسان نصيحة، يجوز في هذه الحالة أنك تغتاب إنسانا، والغيبة حرام، ولكن لأن سبب الغيبة هو صدق النصح لأخيه. زي إيه مثلا؟ والعلماء ذكروا بعض أشياء تجوز فيها الغيبة، فجمعها أحد العلماء كده في بيتين من الشعر، فقال لست غيبة جوز، أي تكون جائزة، وخذها منصعة كأمثال الجواهر. هقول لك على 6 حاجات دي مفصلة منصعة زي الجواهر كده ظاهرة. تظلم استفتي، تظلم استفتي، حذر، تظلم استفتي، حذر، عرف، اذكرا فسق المجاهر. ايه الحاجات دي يعني؟ قال له يجوز الغيبة في الإنسان بيتظلم من الإنسان. لا تفضل تفضل. إنسان بيتظلم، واحد ظلمه، يجوز أن يذكره بما فيه من الظلم. ذكر أخاك ذكرك أخاك بما يكره، هذه غيبة. ولكن أنا بذكر ظلما وقع علي من إنسان، أقول هذا إنسان أخذ حقي، أخذ مالي، وأشتكي وأتظلم، تجوز فيها الغيبة. منها عشان كده نختصر، قالوا والمستشار في التزويج.
المستشار في التزويج. هذه قضية مهمة جدا قد يقع بسببها إشكالات عظيمة في البيوت وفي الأسر. إيه يعني المستشار في التزويج؟ يعني واحد يستنصح أخ أو صديق أو عم له، يقول له أنا والله عاوز أتزوج بنت فلان، عاوز أتزوج فلانة بنت فلان. وغالبا الإنسان حينما يتزوج يستشير أو يطلب النصح والإرشاد من إخوانه وأصدقائه وأهله، مش كده برضو؟ فبيقول له إيه رأيك، أنا عاوز أتقدم لفلانة بنت فلان. هنا النصيحة الصادقة واجبة على المسلم، وإن ذكر عيوبا فيها أو في أبيها أو في أهلها، واجب عليك الصدق في النصح. ليه طيب؟ لأنه سيدنا النبي عمل كده لما استشير في الزواج صلى الله عليه وسلم، نصح وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة وقالت له يا رسول الله تقدم لي اثنين تقدموا عايزين يتزوجوني، أبو الجهم، واحد اسمه أبو الجهم، ومعاوية ابن أبو سفيان. جون اثنين دول طلبوا يدي. فسيدنا قال لها ايه؟ قال أما أبو الجهم فضراب النساء، أما معاوية فصعلوك لا مال له. فسيدنا النبي ذكر عيوب في أبو الجهم وفي سيدنا معاوية. الإنسان لما يذكر أنه بخيل أو صعلوك، يعني صعلوك يعني معهوش فلوس، يعني انفلس وحالته تعبان على آخر، حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. فهل يعتبر النبي اختابهم؟ لا، لأنه ينصح فلا بد أن يكون صادقا في هذه النصيحة. طيب، هل هذا يحدث في معظم استشاراتنا في التزويج؟ يقول له والله يا عمي أنا متقدم لفلانة بنت فلان، إيه رأيك فيها؟ طبعا هو مش عاوز يحرج نفسه مع فلانة ولا بيت فلان ولا بيت ناس كويسة. يقول له يا ولدي ما شاء الله دي بتقوم الليل وبتخلص المصحف في 3 أيام يمكن، وما شاء الله عبادة صوامة قوامة، وهو يكون أصلا عمرها ما ركعة لله. طب ليه يا عم الحج كده؟ يا أبوي ما خلي البنت تستتر، بنت تستتر كذبا وزور، ده مش بيستتر، هو أخذها أنها صوامة قوامة صاحب الدين فهتتكشف عنده. ايه رأيك في أبوها ده أفضل الناس وأحسن الناس، وده على طول معانا في الجامع، وراجل كويس وراجل شيخ عرب وراجل ياجي، بس أول ما يجي يكتب القائمة يلاقي شيخ العرب ده ابن 60 في 70 في 80 ولا في حاجة من اللي قلتها صح. طيب هل هذا ناصح؟ لا. هل هذا أمين؟ الدين النصيحة لأئمة المسلمين، فتكون ناصحا لله. مش عاوز انت تقول حاجة وحشة يقول والله اسأل غيري يا ولد، اسأل غيري، يبقى انت طلعتها من نفسك وخلاص. لكن انت تقول صفات فيها وفي أبيها وفي أهلها كذبا وزورا فيترتب عليها أن هذا الشاب يثق في نصيحتك فيتقدم ويتزوج ثم تحصل مشاكل. معظم حالات الطلاق بسبب الكذب والخيانة في النصيحة. هذه قاعدة خذوها كده، الإنسان لابد أن يستشير، وكما قالوا المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. طيب تلاقي واحد في معاملة تانية عايز يشارك واحد ده كويس، ده واجد شيخ عرب وتمام وأمين لا، انت انصحوا لله. الدين النصيحة. حينما نتخلق بخلق النصيحة الصادقة والله سينصلح حال المجتمع وحال المسلمين. طيب الصدق في النصح، يجي مثلا قصة كده ذكرها الشيخنا لسيدنا محمد بن المنكدر. سيدنا محمد بن المنكدر اللي هو ذكرناه في الخطبة أنه حج 33 حجة. سيدنا محمد هذا كان تاجر ثياب، بيبيع جلاليب زي بنقول كده، كان تاجر ثياب وكان معه دكان بيبيع فيه. فترك مرة الدكان لبعض المصالح وسيب الغلام
الصغير ابنه أو خادم معه خلاه يبيع مكانه في الدكان، فكان عنده ثياب ب5 وثياب ب10 دنانير، في جلبية ثمنها 5 وجلبية ثمنها 10. فجاء راجل اشترى جلباب من الغلام فباعه الثياب التي ب5 باعها له ب10. الجلبية ثمنها 5 فالواد بحاله ب10. فجاء سيدنا محمد المنكدر وبص كده في البضاعة قال له في جلبية من 5 باقية، قال له مش قاعدة، قال له ده أنا بعتها لواحد ب10. بعت الجلبية من 5 ب10؟ قال له أيوة. احنا في زماننا ايه يحصل؟ والله عفارم عليك، ده انت واد شاطر، ده واد بياع، واد ما فيش غيرك، واد انت خليك عضو في المحل هنا، ما تمشيش من المحل ابدا، انت اللي تنفع معي في المحل ده. قال بعته التي ب5 ب10؟ قال نعم. فأخذ سيدنا محمد بن المنكدر يبحث عن الرجل طوال النهار، قاعد يدور عليه في البلد، يلفلف طول اليوم لحد ما جمعه. قال له انت اشتريت ثوب منينا ب10 والثوب ثمنه 5، ده ثمنه اصلا 5. فقال له الرجل ولكن انا رضيت، انا راضي، انا مش زعلان، انا موافق، والبيع بالتراضي. فقال له سيدنا محمد المنكدر ولكن ما لا أرضاه لنفسي لا أرضاه لأحد من المسلمين. اللي ما رضاهوش لنفسي ما رضاهوش ليك. انت معك حاجة من 3 دلوقتي، يا إما تاخد ثوب من أبو 10، يا إما تاخد 5 دنانير الفرق، يا إما تجيب الثياب نفسها وتاخد 10 دنانير بتاعتك. معك حاجة من 3، يا نبدله لك، يا تاخذ الفرق، يا تاخذ فلوسك كاملة. طيب هذا الموقف عشان نشوف بس احنا الفرق العظيم اللي أصبح بين حياتنا كمسلمين في معاملاتنا وبين حال السلف الصالح. حقيقة لو حدث مع أي محل إلا من رحم ربه، عشان الإنسان ما يظلمش الناس يعني، إلا من رحم، لو واحد جه ولقي ولده باع البضاعة من 5 ب10، هل هيدور على اللي اشتراها ولا يقول له مين ولا راح فين ولا مشى من فين؟ مش هيحصل أبدا، مش هيحصل. ده هيقول له الباقي كله أبو 5 خليه مع أبو 10 وبيعه ب10، بدل مشت القصة يبقى خليه كله ب10. هذا هو الفرق العظيم، لأننا لم نتخول إخواننا بالنصيحة لله ولرسوله ولا لكتابه ولا لأئمة المسلمين ولا عامتهم. النصيحة لله، من استنصحك في الله فانصحه لله، لأنك ستحاسب على ما يترتب على هذا النصح إن كان صالحا أو كان فاسدا. أخوك طلب منك نصيحة، طلب منك نصحا فانصحه لله. فكم بالله عليكم من نصائح قلناها كلها كذب، كلها بهتان، كلها زور. الإنسان يبحث عشان ينفق السلع أو يمشي أمور، يا رجل خد دي والله ممتازة، أنا خدت منيها وزي الفل، اشتري منيها، والله ده عنده أحسن بضاعة، ويكون أنا اتدبست فيها دبيسة ما حد اتدبسها، لكن عاوز يتدبس زيي، فأقول خد يا راجل ولا يهمك. فنسأل المولى سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام الفاضلة الشريفة أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل والنية، وأن يرزقنا الإخلاص في النصح للمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.